وقوله أن محمد رسول الله مع قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذان جمعا شرطي العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من قال لا إله إلا الله أخلص لله، ومن شهد أن محمد رسول الله اتبع رسول الله ولم يتبع سواه. ولهذا عد هذان ركنا واحدا من أركان الإسلام، لأنهما يعودان إلى شيء واحد، وهما تصحيح العبادات، لأن العبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص، وأن محمد رسول الله التي يكون بها الاتباع.